16 يوم بس، 16 يوم وكأس العالم يفتح. وأنا صحيت الصبح لقيت ميسي خرج مصاب من ماتش إنتر ميامي، ماسك ورا رجله. يا نهار! بس استنى، الأخبار طلعت حلوة. الفحوصات أكدت إنها مفيش قطع عضلي، مجرد إرهاق في الهامسترنج الشمال. يعني الكابتن جاهز للمونديال. الحمد لله. خليني أوريكوا رقم هيوجعكوا. في ترتيب أغلى لاعبين عرب رايحين المونديال، أشرف حكيمي رقم واحد، وعمر مرموش تاني. تخيل، اتنين بس بيرفعوا سعر الكرة العربية كلها. وكمان أنا عايز أقول رأيي بصراحة، صلاح قعد في البيت من غير مونديال، وليفربول بيكاتب عنه بالشعر اللي لمحته من مصر ذاك التاج والقمرة. حلو الكلام ده، بس أنا كنت أتمنى أشوفه في الملعب مش في تغريدة. والأهم، السعودية نزلت نيويورك رسمي، الأخضر وصل وبدأ المهمة. 16 يوم وهنشوفهم في الملعب. يا عرب، خلونا نفرح بحاجة السنة دي. وآخر حاجة مجنونة، لوكا زيدان ابن زين الدين هيلعب ضد الأرجنتين في المونديال وهو لابس ماسك على وشه علشان مكسور. إيه ده؟ يعني هيواجه ميسي زي باتمان. قولولي، مين هيكسب قناع زيدان ولا قدم ميسي؟ ده كان ملخص الصبح. 16 يوم وبنعدى. اكتبولي تحت، عايزين أعمل حلقة كاملة عن مين أقوى منتخب عربي في المونديال.